عالسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفتنا اليوم سالي في شكل وردة متفتحة ووردة مسكرة. وصفة مزيانة برشا. نبداو على بركة الله ونشوفوا واش باش نستحق. عندي 100 جرام زبدة، 100 مليلتر زيت زيتونة ولا نباتي اللي عندكم، مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة خميرة طحلو، وعندي كعبتين ياغورت طبيعي ورطل فرينة. نبدأ بسم الله. أول حاجة نحط الزبدة، زيت، ونقعد نخلط فيهم حتى لين تذوب الزبدة. نحط غرفة الملح، نحط الملح، نحط الخميرة وغرفة صغيرة، ونحط الياغورت، نقعد نخلط. توا خديت كعب عظم قسمتها باش نخلي الاصفر حشتنا بيه من بعد، والابيض باش نحطو توا. نبدا نصب الفرينة بشوية، جات ما شاء الله العجينة. وقت زيت بقات لي في الكاس باش نلمها بها من غير عجنان، لمين هكا. توا باش نغطيها على هواء نخليها ترتاح، نمشيو نحضروا الحشو. خليها ترتاح ربع ساعة ونحضروا الحشو نتاعنا. شوفوا توا واش نستحقوا الخليط. عندي 4 كعبات عظم صمتها وبشرتهم، عندي شوية كبار، 5 توابع جبن وثلثات، نجموا تحطوا أكثر، شوية معدنوس ما يقابل 4 مغارف كبار مقصوص جوي، 100 جرام جبن ربي، 200 جرام تون. هذوما المكونات باش نخلطهم توا. هذا الخليط بعد ما خلطته يجينا متماسك. العجينة نحلوها زويدة شوية، قد ما نحلوها زويدة قد ما تجينا الوردة مزيانة. ونحط الحشو على جنب كما تشوفوا، ما نعبدوش برشا، شوية الحشو ينزل باش ما يخرجلناش من الوردة. ونبدأ ندور، شوفوا كيفاش ندور. سكروها باش متخرجش الحشو، ما يخرجش، لازم تسكر مضبوطة. وهذه اللي بقات نخليها منسكرهاش على جنب. هذه الوردة المسكرة نعود كعبة أخرى نشقها شوية. توا باش نخدمو الوردة المحلولة. باش نقسمو العجينة على 4 جهات.
نلفو شوفوا كيفاش مسهلها ونعملوها في شكل وردة. حسيتها الوردة هذه أسهل من الوردة المسكرة. شوفوا ما شاء الله. توا فرشت بابي كويسون في البلاطو باش نحط الكعبات تاعنا. شوفوا ما شاء الله. الكعبة العظم اللي خليناها بكري الفص الاصفر متاع العظمة زدت فيه مغرفة حليب باش ندهنو بيه الورد متاعنا. وتوا باش نحطهم في الفور حطيته على 180 درجة مدة 4 ساعة. نحطوهم من فوق ومن اللوطة ونتفقدوهم. هذوما ورداتنا. شوفوا ما شاء الله. جاو لودكم ولنشهيكم. خليتهم حتى ولا لونهم دوري. وهذوما الوردات المسكرين. وصفة مزيانة برشا. تقدموها كي يبداو عندكم زياف ولا زادة في رمضان ان شاء الله نزينوا بها